اكتر، وبفضل الله كنت بجتهد علشان احافظ على الصلاه، بالتالي والله كنت بتخطى مواقف وظروف ومشاكل وهموم كتير قوي بفضل الصلاه. حقيقي اقدر اقول انها وقود ليا، وبفضل الله كان كل حاجه من دول بتخطاها وبنجح فيها كمان بفضل الله بشكل عمري ما كنت اتخيله ولا اعرف ازاي. لكن زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان ربنا وضع قوانين في الارض، سعي زائد توكل يديك معجزات. بس النهارده هنحط شرط تالت للمعادله دي عشان بجد تلاقي المعجزات، وهو الصلاه. ما اقدرش اقول ان وصلت هنا غير بسبب الصلاه، ولحد دلوقتي والله ما اعرف ازاي الناس اللي مش بتصلي عايشه كده، اللي هو ازاي حد يحرم نفسه من لذه وهدوء وراحه وسكينه واحاسيس والله انا ما عارف اوصفها، ويسيب كل ده ويروح يواجه هموم الدنيا لوحده. عبيط والله، هيتكسر وهياخد على دماغه، وده لانه لوحده مش هيعرف. الصلاه هي المدد والعون، هي السلاح بتاعك ومفتاح نجاحك في الدنيا قبل الاخره. طب ازاي نحافظ عليها؟ اول حاجه نفهم اننا عبيد عند ربنا، يعني اللي ربنا يامرنا بيه ننفذه، سواء كنا فاهمين الحكمه من ده ولا لا. احنا عبيد عنده، بس مش مهم